ما بنشتغلش من غير رسومات تنفيذيه عشان نضمن الكواليتي في النهايه، وان كل حاجه طبقا للمقاسات، وكل حاجه مظبوطه، وكل حاجه مدروسه، وكل حاجه معمول حسابها، والادارات ليه اماكن الكهرباء بتاعتها والكلام ده كله. ده كله بيطلع من الكاد طبعا. كل الكلام ده بيطلع من الكاد اللي هي الرسومات التنفيذيه. بعد كده تبدا تشتغل ماكس. والماكس هيوضح لك شويه حاجات ممكن تبقى فايته عليك، يعني ممكن بعد ما تخلص المشروع زي المنظر ده تلاقي المنظر ده محتاج اضاءه اعلى شويه لانه مظلم او لانه غامق، حاجات ما كانتش في الاعتبار، بالتالي هترجع تاني تعدلها في الديزاين اللي هو في الرسومات التنفيذيه، وتبدا تحط لها مخارج كهرباء اضافيه، وترجع تبص على الماكس هيبقى المنظر عامل ازاي. فانت الماكس مرحله هات وخد مع التنفيذي، مش معنى انك وصلت الماكس انك مش هترجع تاني، وارد جدا بعد ما تخلص ترجع لشويه تعديلات في التنفيذي تاني. دايما لازم الاثنين يكونوا متطابقين، الرسومات التنفيذيه متطابقه مع شغل 3 دي ماكس بتاعك. هتخش بعد كده بقى على مرحله 3 دي ماكس، واديني ورقه جديده او صفحه جديده. وطبعا احنا بنشتغل كل غرفه منفصله زي المنظر اللي قدامك كده، كل غرفه منفصله. اول حاجه بتحدد عناصر المشروع طبقا للمود بورد. انت معاك مود بورد عشان تبدا تقول انا عندي العناصر الكنبه الشكل ده، وعندي الترابيزه الشكل ده، وهكذا. كم ترابيزه كم كنبه عندك، تبدا تحدد عناصر المشروع بتاعتك. بعد كده تبدا تدخل البلان بتاعك بتاع الفرش على الماكس، بلان الاوتوكاد بتاعك تدخله على الماكس عشان تاخد منه اماكن طبعا الفرش ومقاساتها، ما تحتاجش انك تعيد المقاسات تاني وتعيد الكلام ده تاني. بعد كده تعمل الارضيه طبعا بامر بلان. هتعمل الحوايط بامر بوكس، وتفعل الاس او السنيب طبعا عشان تبدا تركبها فعلا على حواف الارضيه بالظبط. الكلام ده مهم عشان ما تبقاش تايه وانت ماسك مشروع. بعد كده تعمل نسخ او كوبي للارضيه دي اللي هي البلان دي، هتبقى هي نفس السقف، وده طبعا الموديل اللي احنا نشتغل عليه. يعني بصوا الكلام ده احنا هنا مثلا مركبين اهي شغل ايه جبس، اوكي. البلان الاساسي ممكن يكون هو اللي فوق ده الكفر تغطيه، لكن الشغل اللي جوه ده هو الشغل بتاعك كايه كستايلنج او كشغل ديكور. المنظر او المكان الشوت اللي انت هتبص منه هايد للحوائط والاسقف حسب انت محتاج منين تبص، حسب انت عايز تبص منين. يعني مثلا في الشوت ده انا باصص من هنا، وان كان الشوت ده معمول طبعا كاميرا، يعني متصور، يعني الشوت الفايل مقفول بالكامل، ودي مرحله التريننج لسه. بس انت مبدئيا كالمرحله اللي احنا فيها دلوقتي بيكفيني انك تعمل هايد للحيطه اللي انت هتبص منها، اوكي. بعد كده تبدا تجمع لي البلوكات المطلوبه طبقا للمود بورد. يعني انت المراحل اللي فوق دي ممكن تشد عندها خط قبل تجميع البلوكات المطلوبه، شد لي خط كده. كل اللي فات ده هو انت بتجهز الفايل بتاعك لسه. المرحله اللي جايه الجديده دي انت بتجمع البلوكات طبقا للمود بورد. انا في المود بورد في مرحله فيها قلت خلاص دي احسن كنبه واحسن كرسي واحسن ترابيزه كصور، تبدا تدور لي على بلوك يحاكي الصوره دي بنسبه لا تقل عن 80%. وصلت ل 100% يبقى كويس، لكن ده مش طبيعي ان يفضل يحصل على طول. خلاص هتجيب لي افضل بلوك قريب للايه للصوره اللي انت جبتها اللي العميل وافق عليها طبقا للمود بورد، حد ادنى 80% تطابق. طب ما ينفعش الصور اصلا اخدها من البلوكات؟ يعني اخش اشوف البلوكات واختار منها الصور ممكن في دي الطريقه العكسيه، بس مش طريقه المحترفين. ان انا لو انا عايز انجز الفايل شويه ما اختارش اصلا من بره، اختار من البلوكات اللي عندي. ليه هي مش طريقه المحترفين؟ لانها بتحجمك تصميميا، يعني وانت بتفكري بتلاقي نفسك بتختاري من اللي قدامك بس. خلاص احنا مش عايزين كده.